لم يتوقف التوتر عند حدود المنافسة بين إيهاب التونسي ومصطفى المصري على التقرب من ديانا العراقية، بل امتد إلى الحموات لتشهد الفيلا واحدة من أكثر اللحظات توترا منذ انطلاق البرنامج. فمع احتدام النقاش حول الشخص الأنسب لديانا، دخلت عطية المصرية والدة مصطفى وسعاد التونسية والدة إيهاب في نقاش حاد أمام جميع الحاضرين. وفي البداية اقتصر الخلاف على تبادل وجهات النظر، حيث أصرت كل واحدة منهما على الدفاع عن ابنها، مؤكدة أنه الأجدر بمواصلة التعارف مع ديانا. ومع مرور الدقائق ارتفعت نبرة الحديث، وتحولت الكلمات إلى اتهامات متبادلة وسط محاولات من بقية الحموات لتهدئة الأجواء وإيقاف التصعيد قبل أن يخرج عن السيطرة. لكن التوتر لم يتوقف عند المشادات الكلامية، إذ تصاعدت الأجواء بصورة كبيرة لتتحول إلى احتكاك جسدي بين عطيات وسعاد في مشهد صادم أربك جميع الحاضرين داخل الفيلا. وسادت حالة من الفوضى بينما سارع عدد من الحموات والمشتركات إلى التدخل من أجل الفصل بينهما ومنع تفاقم الموقف. وأثار هذا المشهد حالة من الخوف والارتباك بين المشتركات، حيث بدت علامات الصدمة واضحة على وجوههن، خاصة أن الخلاف هذه المرة لم يكن بين الشباب أو الفتيات، بل بين الأمهات أنفسهن، وهو أمر لم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذا الحد. ومع احتدام الشجار سادت حالة من الذعر داخل الفيلا، وارتفعت الأصوات في كل مكان، مما يستدعى وفق مجريات الأحداث التي ترويها الحلقة حضور سيارات الإسعاف إلى موقع التصوير للإطمئنان على الوضع والتأكد من سلامة جميع المشاركات، بعد أن أثار الشجار مخاوف الحاضرين من احتمال تعرض إحدى الحامات أو المشتركات لإصابة نتيجة التدافع. كما عاشت بقية الحموات لحظات من التوتر، وحاولن تهدئة الطرفين وإعادتهما إلى الهدوء، مؤكدة أن المنافسة داخل البرنامج لا تستحق أن تتحول إلى مواجهة بهذا الشكل، وأن الهدف الأساسي من المشاركة هو التعارف وبناء العلاقات وليس الدخول في صراعات شخصية. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة وقف الشباب في حالة من الذهول، وبعد تدخل المشاركين بدأت الأجواء تهدأ تدريجيا، إلا أن آثار ما حدث بقيت واضحة داخل الفيلا، إذ خيم الصمت على المكان بينما حاول الجميع استيعاب ما جرى، خاصة بعد أن تحولت المنافسة إلى أزمة أثرت في جميع المشاركين. وأصبح هذا الخلاف حديث الفيلا بأكملها، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن التوتر كان نتيجة طبيعية لضغط المنافسة، وبين من اعتبر أن الأمور تجاوزت حدودها، وأن مثل هذه المواجهات قد تؤثر في أجواء البرنامج خلال الحلقات المقبلة. بعد هذه الأحداث باتت جميع الأنظار تتجه نحو إدارة البرنامج لمعرفة كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمة، وما إذا كانت ستؤثر في سير المنافسة، خاصة أن ما حدث ترك انطباعا قويا لدى المشتركات والحموات على حد سواء.